سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاقتراح ديال هذا النهار غادي يكون واحد الفطائر اللي ساهلين بسرعه، ما كياخذوش منا وقت كتير، وواحد الحشوه اللي خطيره بزاف. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا عندي مقله درت فيها واحد البصله كبيره وشويه ديال زيت الزيتون. ديروا بصله واحده كبيره اولا جوج بصلات، كنخليها حتى كطيح شويه ديك البصله، وكنزيد عليها واحد شويه ديال الشامبينيون، تقريبا واحد 150 غرام هكاك، المهم غير شويه ماشي بزاف. كنقطعو رقيق وقتها هو وكنضيفوه صافي، كنخليه يدخلوا واحد شويه ديال الطياب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزيد واحد 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. انا هذا كان عندي متبل، كان عندي الصدر مقطع طريفات، دوزته في الهاشوار، اما دوزوه في الهاشوار ولا تقطعوه رقيق بزاف صافي. ماشي ضروري انكم تتبلوا الصدر، انا فقط كان عندي تقاطع ديال الدجاج متبلين، دوزتهم في الهاشوار كيف ما كتشوفوا. دابا غنزيد شويه ديال التوابل، عندي شويه الملحه، شويه سكينجبير، شويه ديال الابزار، واحد نص معلقه ديال التحميره، وشويه ديال السودانيه او الهريسه كتبقى اختياريه. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر اللي تقدروا تبدلوها بواحد معلقه كبيره ولا جوج معالق ديال المعدنوس. وهنا الاضافه اللي غندير، عندي هنا واحد شويه ديال السوغيمي، الا ما كانش ما ديروهش، ولكن الا كان من الاحسن كيتواتى بزاف مع الدجاج في هذه الحشوه، كيجيو رائعين بجوج. غنزيد واحد 4 القطع ديال الجبن مثلثات صافي. هنا راني طفيت العافيه، يعني غير ديك السخونيه ديال الحشوه هي اللي غندوب فيها دوك 4 القطع ديال الجبن. غنبقى ندي فيهم ونجيب حتى كيذوبوا غير في داك الصهد ديال الحشوه. ومن بعد ما كتدفى ليا الحشوه شويه غنزيد عليها شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا، يعني حتى هو اللي كيبقى اختياري، تقدروا ما تزيدوش لان اصلا عندنا الحشوه معلكه بدوك القطع ديال الجبن صافي. ما كنعجنو ما كندلكو ما حتى حاجه، كنجيبوا الورق ديال الفيلو مملحات اللي ساهلين ودغيا كيتحضروا. غادي ندهن سطح العمل بالزيت لان ضروري ندهنوهم بالزيت مزيان. غادي ندهن سطح العمل، غندير الورقه الاولى وندهن بالزيت، وغنزيد الورقه الثانيه وندهن بالزيت عاوتاني، ونزيد الثالثه وندهن. ضروري ندهنوا بالزيت مزيان باش يجيونا مقرمشين دوك الورقات. تقدروا ديروا الزيت ولا الزبده اللي بغيتو، انا درت الزيت فقط صافي. غنجيب داك الاطار ديال الحرشه وغادي نبدا نقطع الدوائر ونقطعوهم من الداخل. راكم عارفين الا قطعتوهم من برا غادي تقطع لكم الورقه ديال الفيلو. هنا عندي هاد المول ديال لي كاب كيك، دهنته بشويه ديال الزيت صافي. وغنستمر بنفس الطريقه، غنقطع الدوائر كاملين اللي عندي كيف ما كتشوفوا. راه دغيا كيتقطعوا صافي. غنستفهم في هذاك ليمول كيف ما كتشوفوا. الطريقه راه ساهله، كتوضعوهم اما دخلوهم غير بيديكم كيف ما درت انا، ولا جيبوا واحد الكاس بركو كيتقاد الفورمه ديالهم. ضروري دهنوه بشويه ديال الزيت، هما راه ما غادي يلصقوا ما والو، ولكن باش دوك السليلات تيجيو مقرمشين ضروري الدهين صافي. غنستمر بنفس الطريقه، خديت 3 الورقات عاوتاني مره اخرى، دهنت ما بيناتهم بالزيت، وغادي نقطع كيف ما درت في المره الاولى. صافي وغنكمل المول. يعني الا عندكم مول اخر تقدروا، انا راه درت واحد اخر تاني عمرته، يعني راه كتعطي كميه وفيره. صافي ودوك القطعات اللي بقاو عندي غادي نحاولهم نديرهم في الوسط ديالهم.
يعني ما تخافوش من الورقه ديال الفيلو، قد ما كثرتوا منها هي راه كتجي مقرمشه، كتجي زوينه في الماكله ديالها. باش ما تفزقش لنا الورقه وتقطع لينا الورقه فاش نديروا فيها الحشوه. صافي كنجيب الحشوه، يعني راه كتهز كميه نيت. كندير معلقه كبيره عامره مزيان، كنعمر بها دوك الطويسات. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نعمرهم كاملين. يعني هاد الحشوه راه كتجي زوينه، تقدروا تعتمدوها في مملحات اخرين، تقدروا ديروا بها لي سيجار. يعني حشوه اللي رائعه، انا متاكده فاش غادي تجربوها غادي تعجبكم، وغتوليو تعمروا بها المملحات ديالكم. يعني كتزيين غادي نزيد شويه ديال الجبن وغادي ندخلهم للفران على 180 درجه، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو طويصات اللي رائعين ودغيا كيتحضروا في واحد الوقت وجيز. كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين من الداخل. غادي نخليكم تسمعوا القرمشه ديالهم.